السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك سألت نفسك ليه لما بتشوف صغار الحيوانات الجميلة وهي بتلعب أو بتاكل بتتشد ليها وبتحب تتفرج على تصرفاتهم المضحكة، وبتحس إنك عاوز تلعب معاها بنفسك وتكون حيوانك الأليف؟ ومش شرط صغار الحيوانات تكون هي اللي بتشدك، أكيد لو شفت أي طفل هتتشد ليه وهتكون عاوز تلعب معاه لمجرد إن هو طفل. أهلا بيكوا في معلومة على الماشي. النهاردة هنجاوب على سؤال: ليه بنشوف كل طفل صغير جميل؟ بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. مفيش شك إن أي حد فينا بينجذب لأي طفل وبيحب يلمسه أو يلعب معاه، مش شرط أطفال طيور أو حيوانات أليفة واللي بتكون أصلا شكلها جميل وجذاب، إنما حتى صغار المفترسات زي الدببة وأشبال الأسود وغيرها من الحيوانات بتبدأ نشأتها بأطفال رضع شكلها جميل وبنحب نتفرج عليها ونشوفها. حتى صغار الفئران أو السحالي عندها نفس السمات اللي بتشدنا ليها. وأكدت أكتر من دراسة إن البشر بيفضلوا صور الأطفال عن صور أي كبار بالغين، إما في الحيوانات أو في البشر نفسهم. طب إيه الشيء العجيب اللي بيخلينا نتشد لكل ما هو طفل أو صغير؟ على حسب كلام العلماء في أسباب نفسية عميقة بتخلي الإنسان بيجد إن جميع أنواع الأطفال شكلها جميل وجذاب. فسر العلماء السلوك ده عند الإنسان بأنه نابع من غريزة التنشئة القوية اللي بنملكها لأطفالنا، وإن الشعور ده بينتقل لأي صغير بنشوفه وبنعتبره زي أطفالنا بالظبط. في عام 1943 كان عالم السلوك وعلم الحيوان النمساوي كونراد لورينز هو أول من اقترح أن لكل طفل سمات مشتركة معينة جذابة عالميا. السمات دي بتتمثل في شكل الرأس الكبير بالنسبة لحجم الجسم عند الأطفال، والخدود الممتلئة وجبهة عالية، والفم والأنف بيكونوا صغيرين، والجسم كله في العادة بيكون مستدير. واتسمت الصفات دي بإنها مخطط الطفل، وإن أي حد بينجذب ليها غريزيا وبتنشط سمات الطفل دي آليات معينة في الدماغ بتخلينا نحب كل الأطفال. اللي اقترحه العالم لورينز ما كانش بيقتصر على الصفات الجسدية والشكل الجميل وبس، إنما السلوكيات كمان. هتلاقي إن صغار الحيوانات بتتصرف بشكل أرعن وعشوائي وبيحبوا اللعب الكتير زي أطفالنا بالظبط. وفي أمثلة كتير من أطفال الحيوانات المرحة. وبيعتقد العلماء بشكل رئيسي إن كل ما كان الطفل لطيف وشكله أجمل كانت الرعاية والاعتناء بيه أقوى وأكتر، وقليل جدا من الناس اللي يقدر يقاوم طفل لحيوان لطيف. ببساطة كده بيفسر العلماء مخطط الطفل ده إن مفيش أي حد مننا يقدر يقاومه، وإنك دايما لازم تنجذب ليه وتحبه. كمان أثبتت أكتر من دراسة إن سمات الأطفال المشتركة واللي بتسمى بمخطط الطفل بيبتدي حبها عند الإنسان من سن مبكر، وده بيكون من خلال ثقافات الشعوب. مثلا في معظم أفلام الكرتون هتلاقي إن البطل بيكون طفل بشري أو طفل لأي نوع من أنواع الحيوانات، ومع الوقت بيكبر، وبكده بيتثبت منظور الانجذاب تجاه الأطفال بشكل عام. حتى أنت أكيد لو بتفكر تربي حيوان أليف ليك أو لأطفالك هتختار طفل لحيوان معين وتربيه بنفسك من النشأة لحد ما يكبر. وبكده نكون وصلنا لآخر كلامنا. هل أنت كنت عارف إن في حاجة اسمها مخطط الطفل هي اللي بتخليك تحب تتفرج على الحيوانات الصغيرة؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية، وسبسكرايب للقناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. واستنونا الحلقة الجاية.